ليه الجيل ده كله عايز يطلع بيزنس مان؟ هما فاكرين بقى ان هو البيزنس ده تبقى سهله ومش محتاج تذاكر. ان المهندسين بقوا كتير جدا والدكاتره كتير جدا. انا ليا فكر تاني خالص. مختلف تبقى انت دكتور شغال في مستشفى غير لما تكون انت صاحب المستشفى. هم عايزين يخشوا بيزنس، عايزين يعملوا مشروع من هم صغيرين، عايزين يبقى معاهم فلوس. ما تشوفش الفلوس هي كل حاجة. مش عايزة اطلع دكتور ولا عايزة اطلع مهندس ولا ضابط. انا ليا فكر تاني خالص. مش لازم ماما اطلع دكتور، مش لازم عشان انتي دكتورة اطلع دكتورة زيك، مش لازم يابا عشان انت مهندس ابنك يطلع مهندس. ده الكلام اللي احنا سمعناه منهم. كل واحد منهم عايز يطلع هو، مش عايز يبقى شبيه لحد، حتى لو الحد ده كان اقرب الناس ليه. عايز تطلع ايه؟ عايزة اكون بيزنس مان. نفسي افتح مشروع. عايز اطلع دكتور عادي بس اعمل بيزنس برضه. تصدق ان انت اول واحد في جيلك تقولي انا عايزه اطلع دكتور؟ ليه الجيل ده كله عايز يطلع بيزنس مان؟ في فئه كبيره فيهم للاسف تبقى دي عندهم وهم، يبقوا فاكرين ان هم يعملوا بيزنس ويبقى معاهم فلوس، بس يعني مكسلين يذاكروا. هو كده كده انت لازم هتذاكر، انت هتدخل طب، هتدخل بيزنس، هتدخل اي حته هتذاكر وهتتعب. ما فاكرين بقى ان هو البيزنس ده تبقى سهله ومش محتاج تذاكر. عشان فكرت فيها دي اكتر حاجة بتديك شأن وفلوس ومقام برضه. ان المهندسين بقوا كتير جدا والدكاتره كتير جدا، وبرضه في نفس الوقت تعلقنا بالغرب. يعني احنا من ساعه ما يعني بقينا شايفين الناس كلها يعني مع النت وكده، يعني بنفتح البيزنس بتاعنا. هل السوشيال ميديا اثرت عليك في ان انت تبقى بالنسبه لكم كل حاجه الفلوس؟ هو مش حكاية فلوس بس حكاية مختلف لما تبقى انت دكتور شغال في مستشفى غير لما تكون انت صاحب المستشفى. يعني كل الولاد دلوقتي معظمهم هم صغيرين عندهم بيزنس وعندهم دخلهم الخاص. انت حاسس ان دي حاجه مفيده ولا حاجه ممكن تعطلهم عن دراستهم؟ حاجه مفيده حتى لو فشلت، حتى تبقى مفيدة برضه عشان هياخدوا فيها الثقة أولا إن هم يقدروا يعملوا، هياخدوا كمان خبرة إن هم اشتغلوا في حاجة زي كده. مين مثلك الأعلى في البيزنس؟ يعني أنت عايز تبقى زيه؟ ما عنديش مثل لسه. حاسس إن البيزنس ده مخليكوا بتعبروا عن حاجات جواكوا أو عندكوا طاقة بتطلعوها في شغل ما بتضركوش، أحسن ما تقعدوا تعملوا حاجات تانية ملهاش لازمة؟ الولاد في السن دوت عندهم وقت طويل. هو لو ما شغلوش في حاجة مفيدة هيخرج مع أصحابه لحد الساعة 2 وقعد يلعب على الكمبيوتر مثلا، مش هيستفاد بيه. ومن سن 16 حتى 17 سنة يعني انت خلاص انت راجل، انت المفروض تبدأ يعني حياتك العملية وما تقعدش في البيت. هل هيبقى عندك نفس الطموح ان انت تكمل جامعة وتخلص وكده، ولا مش هيفرق معاك التعليم اصلا؟ مش هيفرق معايا خلاص، ما انا عملت اللي المفروض اعمله. يعني انت شايف ان الجيل اللي قبلكوا ظلم نفسه ان هو مازال بيبقى موظف ويشتغل عند حد؟ وشايف كمان ان هم حشروا كل الشغلانات في دكتور او مهندس بس، مع ان لو كله اشتغل دكتور او مهندس خلاص كده مين هيشتغل شغلانات تانية. الفكرة نفسها كمان الشغلانة دي مش هتكسب بعد كده ولا هتفيدك، يعني ما في مليون دكتور غيرك، في مليون مهندس غيرك. يمكن احنا كآباء وأمهات بنفكر أنا ابني ناقصه ايه عشان يطلع دكتور ولا يطلع مهندس؟ أنا موفره له كل سبل الراحة، كل حاجة، بجتهد وبشتغل عشان ولادي يطلعوا أحسن. يمكن دول عشان من كليات القمة، يمكن عشان احنا سقف توقعاتنا في التعليم هو الدكتور والمهندس. ليه ابني يطلع أقل من كده؟ بس لو خدنا الموضوع من وجهة نظرهم، معظم الولاد في الفئة دي دلوقتي هم فاكرينهم مش كده خالص. هم عايزين يخشوا بيزنس، عايزين يعملوا مشروع من هم صغيرين، عايزين يبقى معاهم فلوس. ولما جينا سألناهم طب انتوا ليه عايزين تعملوا كده؟ عشان هم عايزين يعتمدوا على نفسهم، عايزين مكسب سريع، عايزين يبقى عندهم بيزنس لوحدهم. ليه نتعب وليه نقعد نذاكر وليه نعمل مجهود لما احنا ممكن بأقصر الطرق نروح نعمل مشروع؟ هو مش في الاخر احنا بنتعلم عشان نشتغل ويبقى معانا فلوس؟ طب ما احنا هنجيب الفلوس بطريقة تانية. المشكلة مش في كده، المشكلة ان احنا وصلنا مع الجيل ده اللي هو ما بقاش شايف اي حاجة غير الفلوس، وده غصب عنه لان هو طول الوقت بيتسوق له ان اللي معاه فلوس هو معاه كل حاجه. اللي عنده عربيه نوع معين فده معاه فلوس، اللي بيسافر بره مصر لازم يبقى معاه فلوس، اللي عنده مشروع ومشغل ناس تحتيه لازم يبقى معاه فلوس. هاخد ايه بالشهاده؟ هاخد ايه بالتايتل يا ماما اللي انت عماله تفكري لي فيه؟ بعدين هاخد كام؟ لما اشتغل في مستشفى هاخد كام؟ لما ابقى دكتور ابقى ادي رسالتي هاخد كام؟ على قد كده جوه اللي هم بيقولوا ده كم احباط مش طبيعي، كم احباط ان انا بقى عندي نظريه ان انا هدي ايه واخد ايه. خلاص زمان فكرنا ان احنا بنبقى عايشين ان احنا نذاكر ونكبر عشان فلان يتباهى بينا ويقول لنا الله ده انت دكتور ده انت مهندس. الجيل ده مش عايز كده، الجيل ده بيحسبها 1 زائد 1 يساوي 2. اولا احنا مش هينفع نفرض عليهم حاجه احنا نفسنا فيها. ما ينفعش اروح اقول لابني انا نفسي تطلع مهندس، انا نفسي تطلع دكتور، لان ناس كتيره قوي دخلت الكليات دي ما قدروش يكملوا لان هم مش شايفين نفسهم جوه المجال ده، فاضطروا ان هم يحتاجوا على اللي اتفرض عليهم ويخرجوا يشتغلوا شغلانات تانية خالص. كم من دكتور
دكتور مش شغال شغلانته، وكام من مهندس مش شغال الشغلانه بتاعته. فاللي انا بطلبه منكم دلوقتي سيبوهم هم يختاروا طريقهم، بس وانتوا بتسيبوهم فهموهم كويس قوي ان الفلوس مش كل حاجه. ومش هنعيش غير لما معانا فلوس، بس لو هدفي الاساسي ان انا بشتغل عشان يبقى معايا فلوس، يبقى انا هتجرد من اي مشاعر، هشتغل اي شغلانه تجيب لي فلوس، هعمل اي حاجه حتى لو عاداتنا وتقاليدنا وديننا بيقول لي ما اعملهاش عشان خاطر يبقى معايا فلوس. فاحنا بدل ما نقعد نوجه ولادنا نقول لهم مستقبلكم يبقى ازاي وتشتغلوا ايه، احنا نقعد نربيهم ان اي شغلانه هتشتغلها طالما شغلانه شريفه مفيهاش اي حاجه مخله انت بتحبها، انا موافقاك عليها، بس بشرط ما تشوفش الفلوس هي كل حاجه، عشان الفلوس مش هي كل حاجه. ادام انت راضي عن نفسك في اي شغلانه تختارها واخترت الطريق الصح، عمر ما حد مننا هيمنعك ان انت تكمل فيه.